الماتادور الإسباني لاروخا إلى نهائي كأس العالم 2026 على حساب الديوك الفرنسية. نهائي مبكر صدام العمالقة بين فرنسا وإسبانيا على بطاقة نهائي كأس العالم 2026. أهلا وسهلا بكم في مقطع جديد، وقبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس، لأني زي ما بحكيها دائما بقدم تغطية يومية ومستمرة لأحداث كأس العالم 2026. المباراة التي انتظرها الجميع مواجهة من العيار الثقيل جمعت منتخب فرنسا بمنتخب إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم. كثيرون يعتبرونها أنها نهائي مبكر، ليس فقط بسبب قيمة المنتخبين بل لأنهما قدما أفضل كرة قدم في البطولة حتى الآن. المنتخب الفرنسي يدخل اللقاء بثقة كبيرة بعد إقصاء المنتخب المغربي، ويملك أقوى خط هجوم في المونديال بقيادة كيليان امبابي الذي يتقاسم صدارة هدافي البطولة مع ليو ميسي برصيد 8 أهداف. فرنسا تبدو مكتملة فنيا، دفاع قوي بقيادة أوباميكانو وساليبا، وسط ميدان متوازن وهجوم مرعب قادر على حسم المباراة من أنصاف الفرص. أما المنتخب الإسباني فقد أثبت أنه من أكثر المنتخبات إقناعا في البطولة، أقصد دون رونالدو المنتخب البرتغالي ثم بلجيكا، ويقدم كرة قدم ممتعة تعتمد على الاستحواذ والضغط العالي وسرعة تناقل الكرة. كما يواصل ميغيل مورينو لعب دور البطل بعدما سجل هدف التأهل أمام البرتغال ثم كرر الأمر أمام بلجيكا، بينما يواصل لامين يامال خطف الأنظار بأدائه الاستثنائي رغم صغر سنه. طيب، المواجهة ستكون أيضا صراعا فرديا بين مبابي ولامين يامال، وبين القوة الهجومية الفرنسية والأسلوب الجماعي الإسباني. فرنسا تمتلك السرعة والفاعلية أمام المرمى، بينما تملك إسبانيا القدرة على التحكم في إيقاع المباراة والاستحواذ لفترة طويلة. التفاصيل الصغيرة قد تصنع الفارق. هل ينجح مبابي في قيادة الديوك إلى النهائي، أم يواصل الماتادور الإسباني عروضه المذهلة ويقصي أحد أبرز المرشحين للقب؟ قبل صافرة البداية دعونا نتعرف على التشكيلة الأساسية التي اختارها مدربا المنتخبين لهذه القمة المرتقبة. منتخب إسبانيا بقيادة مدرب لويس دي لفوينتي يبدأ المباراة بالتشكيلة: في حراسة المرمى أوناي سيمون، في خط الدفاع بيدرو بورو على الجهة اليمين، باوكو بارسي وأمريك لابورت في قلب الدفاع، وكوكوريلا على الجهة اليسرى. أما في خط الوسط فيقود الارتكاز الثنائي رودري وفابيان رويز، وأمامهم داني أولمو. وفي خط الهجوم يتواجد لامين يامال على اليمين، إليكس باين على اليسار، ويقود الهجوم أويارزابال. وعلى الجانب الآخر يدخل منتخب فرنسا بقيادة المدرب ديدي ديشام بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى ماينان، في الدفاع كوندي على اليمين، والثنائي أوباميكانو وساليبا في قلبي الدفاع، ولوكاس ديني في الجهة اليسرى. وفي خط الوسط يعتمد ديشام على الثنائي تشواميني وأدريان رابيو، والمفروض بلش بكونيه، غريب انه اختار تشواميني. وامامهما ثلاثي هجومي يتكون من عثمان ديمبلي على اليمين، وباركول على اليسار، واوليسي في مركز صانع الالعاب. وفي المقدمة يقود الهجوم النجم كيليان امبابي في مهمة قيادة الديوك نحو نهائي كأس العالم. بداية الشوط الأول شهدت أفضلية واضحة للمنتخب الإسباني الذي فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى واستحوذ على الكرة، بينما بدأ المنتخب الفرنسي بعيدا عن مستوى المعتاد. في الدقيقة 20 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب إسبانيا بعد تدخل لوكاس ديني على لامين يامال داخل منطقة الجزاء، وتقدم أويارزابال لتنفيذ الركلة وسددها بنجاح على يسار ماينان، معلنا الهدف الأول للماتادور لاروخا إسبانيا. بخصوص ركلة الجزاء فالقرار كان صحيح من الحكم، صحيح لأن لامين يامال لمس الكرة بيده قبل تدخل لوكاس ديني، لكن القانون لا يعاقب على هذه اللمسة في مثل هذه الحالة، لأنها يعني ما راحت الهجمة مباشرة إلى تسجيل هدف أو خلق فرصة تهديفية مباشرة، لذلك استمر اللعب وجاءت المخالفة بعدها بشكل مستقل، واستحق المنتخب الإسباني ركلة الجزاء. أما المنتخب الفرنسي فقدم أحد أضعف أشواطه في البطولة، ظهر الارتباك واضح على اللاعبين وكثرة التمريرات الخاطئة، وغابت الجرأة الهجومية التي ميزت فرنسا في المباريات السابقة. كما بدا أن وسط الميدان بقيادة تشواميني ورابيو واجه صعوبة كبيرة في مجاراة الإيقاع للاعبي إسبانيا ليسلم السيطرة للماتادور منذ البداية. في المقابل قدم المنتخب الإسباني شوطا تكتيكيا متكاملا، ففرض سيطرته على الاستحواذ ونجح في الضغط العالي واستعاد الكرة بسرعة كبيرة. وتشير الأرقام إلى أن إسبانيا كانت تستعيد الكرة في متوسط 13 ثانية فقط. تخيل، بعد ما يفقدوا الكرة 13 ثانية فقط وبيسترجعوها مباشرة.
بمقابل 22 ثانية احتاجها منتخب فرنسا، وهو ما يعكس الفارق الكبير في الضغط والإيقاع بين المنتخبين خلال الشوط الأول. لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب إسبانيا بهدف دون مقابل بعد أفضلية واضحة في النتيجة والأداء، بينما أصبح المنتخب الفرنسي مطالبا بردة فعل قوي في الشوط الثاني إذا أراد العودة إلى المباراة وحجز بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم. بداية الشوط الثاني شهدت استمرار الهيمنة الإسبانية، حيث واصل المتدور فرض سيطرته على الكرة وإيقاع المباراة، بينما عجز المنتخب الفرنسي عن العودة أو صناعة أي ردة فعل حقيقية. وفي الدقيقة 58 ترجم المنتخب الإسباني أفضليته إلى هدف ثاني بعدما بدأ بيدرو بورو الهجمة بنفسه قبل أن تصل الكرة إلى داني أولمو الذي مررها له بطريقة رائعة لينطلق بورو وينهي الهجمة بتسديدة متقنة داخل الشباك في هدف جماعي جميل أكد التفوق الإسباني. في الدقيقة 61 ظن لامين يامال أنه سجل الهدف الثالث بعدما وضع الكرة في المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل ليبقى الفارق عند هدفين. استمرت المباراة بنفس السيناريو، حيث سيطر المنتخب الإسباني بالطول والعرض واحتفظ بالكرة بأريحية وواصل الضغط العالي، بينما ظهر المنتخب الفرنسي غائبا تماما عن أجواء اللقاء ولم يقدم المستوى الذي ظهر به في الأدوار السابقة سواء من الناحية الهجومية أو حتى في الصراعات الفردية، لتنتهي المباراة بفوز منتخب إسبانيا على منتخب فرنسا بنتيجة 2-0 في انتصار مستحق بعد أداء استثنائي وسيطرة كاملة على مجريات اللقاء من البداية وحتى النهاية. وبهذا الفوز يحجز المنتخب الإسباني بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026، حيث ينتظر الفائز من المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين التانغو وإنجلترا، بينما يودع المنتخب الفرنسي البطولة وسيلعب مباراة تحديد المركز الثالث أمام الخاسر من النصف النهائي بين الأرجنتين وإنجلترا. هيك كان تحليلنا لمباراة فرنسا وإسبانيا. ما تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل شيء جديد بنزله. بشوفكم على خير، سلام.